بنات هنشوي لكم فراخ النهارده مع مكرونه. الفراخ معايا فرختين مقطعهم 8 قطع. الفرخه متقطعه 8 يعني الربع 2 على 2. معايا البهارات ملح كمون فلفل اسود شطه، حبهان بهارات فراخ. ال- التتبيله بتاعت الفراخ بصل وليمون وفلفل، وهحط عليها كل البهارات في الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهزودها معلقتين خل بس كده. هضربها وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، بضربها جامد جدا يعني بنعمها قوي علشان التتبيله تاخد على طول. وبعد يا بنات ما عملنا التتبيله، بعد ما عملنا التتبيله يا بنات اهو، هنصبها على ايه، على الفراخ بتاعتنا دي، وهنحطها بقى هنقلب فيها الفراخ طبعا. هنقلب هنحطها على كل الفراخ بتاعتنا. هقلبها واسيبها تتبل في التلاجة ساعتين 3 كده، وبعد كده ايه هندخلها الفرن واشويها في الفرن. هنا يا بنات التتبيله هويت، يعني حطينا الفراخ فيها وغرقنا الفراخ فيها وقلبتها كويس. هدخلها بقى الفرن ان شاء الله، قصدي هدخلها التلاجة ولمدة ساعتين كده. بعد يا بنات ما دخلنا الفراخ بتاعتنا التلاجة تتبل بقى براحتها. غليت هنا ميه للمكرونه، هحط في الميه نقطه زيت. انا عن نفسي والله ما بحط الزيت خالص يعني، بس في ناس بتحط وقالوا لي بتبقى احسن يعني، فهنجرب. فحطيت هنا نقطة زيت وحطيت معلقة ملح، بس ما انتوا ما شفتونيش ولا بحط الملح. فتحطوا زيت، نقطة زيت وشوية ملح. وبعد ما المية تغلي يا بنات هنسقط المكرونة تتسلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب المكرونة كويس. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبت المكرونه يا بنات مع نفسها بقى تستوي مع نفسها هيت بعد ما قلبناها. وهروح للتسبيكه بتاعت المكرونه. حطيت شويه زيت هنا، وهحط بصل وفصين 3 توم يا بنات، وقرن فلفل حامي بس كده. ده طبعا على حسب يعني انت عايزه تختاري. في ناس بتحط بصل بس، في ناس بتحط توم بس. لا انا بحب دايما في اكل كله البصل والثوم والفلفل يا بنات، اكله كله كده والله. هقلبه في الزيت. هنا بقلب البصله اهي يا بنات، البصله والثوم والفلفل في الطاسه. وهاجي بقى للصلصه بتاعتها. في ناس بتحب تعملها بطماطم، بصراحه انا بحب اعملها بالصلصه. انا طبعا حاطه 3 اكياس مكرونه، فهحط بقى في الميه ايه. انا طبعا مش شايفه والله، ببص في الكاميرا وببص على الموبايل ومش شايفه انا بحط فين بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كده 4 معالق صلصه على 3 اكياس مكرونه. اقلبها كويس يا جنبات بشويه ميه صغيرين. دي هتبقى التسبيكه بتاعت المكرونه يا بنات، او قصدي الصلصه، معلش الصلصه. في ناس بتخليها بره وفي ناس بتحطها في المكرونه. احنا عشان هناكل على طول هحطها على طول في المكرونه. هنا بس بصفر في الطاسه البصله مع الثوم مع الفلفل. بصوا يا بنات، مش لازم ندبلها قوي، هي طلعت ريحه حلوه اهي. هنحطها بقى ايه، هنحط عليها الصلصه اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بص الاكله خفيفه النهارده يا بنات، الكمون وفلفل اسود وملح بس، ما حطيتش حاجه تاني خالص في المكرونه، وهسيبها تتسبك براحتها. هوطي عليها عشان البصله تشرب الصلصه وياخدوا من بعض يعني. وطيت عليها البوتاجاز واروح للمكرونه تستوي. المكرونه بسم الله ما شاء الله. طبعا المكرونه يا بنات عايزه تتقلب كل شويه، كل شويه تقلبوها لغايه ما تستوي. هقعد اقلب فيها شويه وارجع لكم في نفس الوقت يا بنات، والتسبيكه بتتسبك. المكرونه كمان بتستوي اهي، 5 دقايق بالظبط كده، وهصفيها واغسلها في الحوض. وبعد يا بنات المكرونه اتسلقت اهي، ونصفيها في المصفى تحت الميه على طول بتتغسل. بنغسل دلوقتي يا بنات المكرونه اهيت كده خلاص، هنسيبها بقى تتصفى. بعد يا بنات ما صفينا المكرونه والتسبيكه خلاص خلصت اهي. في ناس عندي بياكلوا المكرونه بيضه وعليها التسبيكه من فوق، فانا قسمت المكرونه بين دي ودي، شلت شويه للي بياكلوا مكرونه بيضه، وشويه هنا هنعمل فيها التسبيكه. عايزه اقول لكم معلومه يا بنات على اللهم صل على النبي، على الطواجن او الطاسات اللي هي الفخار. الطواجن او الطاسات الفخار يا بنات، طبعا كلنا عارفين ان هي ما ينفعش تتحط في ميه او تتحط على حاجه مبلوله، ما ينفعش، هتفرقع على طول. لا، في حاجه تانية كمان معلومه بقى ما حدش كتير يعرفها، ان الحاجه دي ما تتغسلش غير تاني يوم، ما تتغسلش في نفس اليوم، تتساب كده. الفخار بالذات يتساب لتاني يوم يتغسل. ده المعلومه دي انا عرفتها في اسوان في الصعيد في بلد الفخار نفسه. هنيجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم، المكرونه اللي هي يعني هنحط فيها بصوا يا بنات، لسه كنت بحذركم ان الحاجات دي بتبوظ من الميه، وكنت لسه بنبه عليكم. معلش، كان في ايده كوبايه ميه وقعت عليه، شفتوا اتفلق نصين ازاي. فخلي بالكم الميه ما تجيش على فخاركم لغايه تاني يوم. يبقى ايه بقى؟ طب والله حلو، خلي بالكم الميه ما تجيش على ايه، على فخاركم، وما يتغسلش غير تاني يوم يا بنات. جينا هنا عند الفرن يا بنات علشان ندخل الصينيه في الفرن. المعلومه التانية بقى ان شاء الله يا رب، ان قبل ما ندخل الفرن نشيل البصله من على الفراخ. ليه بقى؟ عشان ما تتحرقش ويبقى شكلها مش حلو، وعشان الفراخ تستوي يعني تاخد ريحتها في التحمير. يبقى نشيل البصله كده، نمسح البصله خالص ونخليها تحت الفراخ المشويه. عاوزه اقول لكم حاجه يا بنات، انا بعد ما شلت البصل على قد ما اقدر من فوق الفراخ، طبعا البصله كلها تحت، الصوص بتاعها تحت، هحط بقى نقطه زيت كده، نقطه زيت كده صغيره عشان تدي لون حلو للفراخ وعشان تبقى حلوه يعني. انا هزق الصينيه في الفرن اهوت، واول ما تخلص هخليكم تشوفوها. الفراخ خلصت اهي، هنطفي الفرن عليها وهنطلعها. بسم الله ما شاء الله. وبكده يا بنات خلصنا، عملنا المكرونه البيضاء اللي هي عليها تسبيكه للي ما بيحبش المكرونه الحمراء، ومكرونه حمراء. وصينيه الفراخ طلعت ما شاء الله زي الزبده بالظبط، مستويه طبعا ومهريه الفراخ. وطلعت اهوت عشان اكل. بصوا بقى يا بنات، الصوص اهو اللي قلت لكم عليه، اللي هي البصله اللي احنا بنتبل بيها الفراخ، بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي، جميله جدا. بتتاكل كده مع المكرونه ما شاء الله، جميله جدا جدا جدا. الاكل بتاعنا النهارده اهوت، يا رب تكونوا استفدتوا يا بنات، وقدرت اقدم لكم حاجه النهارده تكون حلوه يعني تعجبكم. والسلام عليكم، والف هنا وشفا علينا جميعا، والف هنا وشفا عليكم وعلى اللي يعمل زينا يا رب. السلام عليكم.